نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن مصدر حكومي مغربي قوله إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب غير مدرجة أو مقررة على جدول الأعمال. ويأتي تصريح المصدر الحكومي المغربي بعد أن أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولوناد في مقابلة مع إحدى القنوات الإخبارية أن الرئيس ماكرون سيزور المغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبدى المصدر الحكومي المسؤول استغرابه من أن كولونا أخذ زمام المبادرة من جانب واحد وأعطى نفسه حرية الإعلان دون التشاور عن حق ثنائي مهم. رفض المغرب عرضا فرنسيا بإرسال مساعدات لاحتواء آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وأدى إلى مقتل وإصابة الآلاف. وكانت العلاقات بين المغرب وفرنسا متوترة في سياق قضية الصحراء الغربية. وتطرق الرئيس الفرنسي الثلاثاء إلى الجدل الدائر حول رفض المغرب المساعدة الفرنسية. وقال في فيديو مترجم إلى العربية: بالطبع الأمر متروك لجلالة الملك والحكومة المغربية طالما ينظمون المساعدات الدولية بطريقة سيادية تماما حتى نكون مستعدين لاختيارهم السيادي.